السلام عليكم. كيفكم شباب؟ اليوم رجعت لكم بأقوى فيديو حتى تصعد للماستر بل كلاش سكواد في السيزون الجديد. راح نتكلم عن أحسن الشخصيات ونجربها واحدة واحدة مع بعض، وأشرح لكم كل شخصية شو بتسوي وشو قدرتها. عشان هيك لازم تتابع الفيديو كامل وما تبخل علي باللايك واشتراك، لأن الصراحة بتعب كثير بالفيديوهات الطويلة، لأن تليفوني ضعيف كثير وبس بدون كلام كثير. خلونا ندخل للفيديو. الشخصية النشطة رايدن، العنكبوت. المهارة شبكة الفوضى Web of Chaos. رايدن هو شخصية حديثة وقوية جدا في فري فاير بفضل مهارته الفريدة شبكة الفوضى. عند تفعيل هذه المهارة تتمكن من إطلاق شبكة عنكبوتية على الأعداء في نطاق معين. هذه الشبكة تمنع الأعداء من التحرك بحرية عن طريق إبطاء حركتهم بنسبة 40% لمدة 5 ثوان، مما يجعلك في أفضل وضعية للهجوم عليهم. كيف تستفيد من رايدن؟ توقع تحركات العدو. عندما تقترب من الأعداء استخدم مهارة رايدن لإبطاء سرعتهم، وبالتالي تصبح لديهم فرصة أقل للهروب أو الهجوم المضاد. تسريع الهجمات. في اللحظات الحاسمة بمجرد أن تضبط شبكة الفوضى على العدو ستتمكن من مهاجمته بسرعة، مما يزيد من فرصك في القضاء عليه قبل أن يتمكن من الرد. زيادة الضرر. بالإضافة إلى إبطاء العدو يتلقى الأعداء ضرراً إضافياً بنسبة 10% من أي هجوم آخر عليهم داخل الشبكة. هذا يجعلها أداة مثالية لتدمير الأعداء. نصيحة إضافية: استخدم شبكة الفوضى في المناطق الضيقة أو عند الزوايا لكي تجعل الأعداء محاصرين في الشبكة وتمنعهم من الهروب. بهذه الطريقة ستتمكن من تنفيذ تكتيك الهجوم بسهولة أكبر. الشخصية الثانوية الأولى كلا خانز، قبضة الحديد. المهارة قبضة الغضب ايرون فيست. أما كلا خانز فهو شخصية قتالية متخصصة في الهجمات القريبة. مهارته تعرف باسم قبضة الغضب، وتمنحه قدرة زيادة ضرر الهجمات اليدوية بنسبة 500%. بمعنى آخر، إذا اقتربت من العدو ووجهت له لكمة ستكون الضربة قوية بما يكفي للتخلص منه في غضون ثوان. كيف تستفيد من كلا خانز؟ الهجوم القريب بعد إبطاء العدو. بما أن رايدن يبطئ الأعداء باستخدام شبكته العنكبوتية، يمكنك الاقتراب بسرعة من العدو بدون أن يتمكن من الهروب. بمجرد أن تصل إليه استخدم لكمة قوية لقتله على الفور. دمار سريع. إذا كنت تقاتل في منطقة مكتظة بالأعداء أو في المباني الضيقة ستكون لكمات كلا خانز أفضل وسيلة للتخلص منهم بسرعة. إخفاء الهجوم. إذا كان العدو يختبئ خلف جدار جليدي يمكنك استخدام رايدن لتعطيل حركته ثم تدمير الجدار في لحظة الهجوم باستخدام كلا خانز. نصيحة إضافية: خطة الهجوم. استخدم كلا خانز فقط عندما تكون بالقرب من العدو وقادرا على تنفيذ الضربة النهائية. إذا كان العدو بعيدا عنك فلا تضيع وقتك في الاقتراب دون استخدام رايدن أولا. الشخصية الثانوية الثانية ماكسيم، المستهلك السريع. المهارة الجوع الشديد جلوتوني. ماكسيم هو شخصية داعمة ممتازة بفضل مهارته الجوع الشديد، والتي تسرع استهلاك أدوات الشفاء والفطر بنسبة 25%. هذا يعني أنه يمكن لماكسيم أن يستعيد صحته بسرعة بعد القتال أو عندما تتعرض لأضرار كبيرة. كيف تستفيد من ماكسيم؟ الشفاء السريع. في خضم المعركة يمكنك تناول أدوات الشفاء بسرعة أكبر لاستعادة صحتك والتواصل مع الفريق بشكل أفضل. بعد أن تهاجم العدو باستخدام رايدن وكلا خانز قم بسرعة باستخدام الفطر أو أدوات الشفاء لتجهيز نفسك للمواجهة التالية. الاستفادة من الموقف. إذا كنت بحاجة للشفاء بشكل سريع بعد قتال طويل أو بعد استخدام الجدران الجليدية، مهارة ماكسيم ستوفر لك فرصة أفضل للبقاء في المعركة دون أن تضيع وقتك. بقاء دائم في المعركة. مع سرعة الاستهلاك يمكنك تقديم الدعم السريع للفريق بعد كل مواجهة، مما يزيد من فرصك في البقاء على قيد الحياة والتفوق على الأعداء. نصيحة إضافية: استخدم الفطر وأدوات الشفاء بشكل استراتيجي بعد الاشتباكات مع الأعداء لضمان أنك دائما في أعلى مستويات الصحة. الشخصية الثانوية ثلاثة نايري، خبير الجدران الجليدية. المهارة الصلابة الجليدية آيس آيرون. نايري هو أحد أفضل الشخصيات الدفاعية في فري فاير بفضل مهارته التي تعزز قوة الجدران الجليدية بنسبة 30%، مما يجعلها أكثر صلابة ودائمة لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك يتمكن أسلحته من إلحاق ضرر إضافي بنسبة 20% للجدران الجليدية الخاصة بالأعداء.
كيف تستفيد من نايري؟ الدفاع السريع. استخدم الجدران الجليدية في المعارك القريبة، وأضف مهارة نايري لجعلها أكثر قوة، بحيث تمنحك حماية أفضل أثناء الاشتباك مع الأعداء. التعامل مع الأعداء في المعركة. إذا كان العدو يستخدم الجدران الجليدية للدفاع عن نفسه، قم بتدميرها بسرعة باستخدام أسلحتك، لأن مهارة نايري تزيد الضرر الذي تلحقه بالجدران الجليدية بنسبة 20%. حماية الفريق. استخدم الجدران الجليدية بشكل جماعي مع فريقك لتوفير حماية إضافية أثناء الهجمات، مما يجعل فريقك أكثر أماناً في المعركة. نصيحة إضافية: قم بتحصين نفسك باستخدام الجدران الجليدية إذا كنت مضطراً للانتقال إلى مكان آخر في ساحة المعركة. في هذه الحالة يمكن أن توفر لك مهارة نايري فرصة لإعادة التموضع بشكل آمن. هذه التوليفة هي أفضل خيار هجومي ودفاعي يمكنك تجربته في فري فاير رايدن لإبطاء العدو وخلق فرصة للضربة القاضية. كلا خانزل اللكمات القوية التي تنهي العدو في لحظة. ماكسيم للشفاء السريع وإعادة تكوين الصحة بسرعة. نايري لتعزيز الجدران الجليدية والحفاظ على دفاعك قوياً. ما رأيك في هذه التوليفة؟ هل جربتها؟ أخبرنا في التعليقات. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.